الأهلي وصل إلى الجزائر، ويأمل المدير الفني في استغلال الاندفاع الهجومي المتوقع من شبيبة القبائل لتحقيق أول فوز خارجي له مع الفريق بعد التعادل أمام يانغ أفريكانز والجيش الملكي. سيد عبد الحفيظ يرافق بعثة الأهلي في الجزائر لدعم اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة التي يحتاج فيها الفريق إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل رسمياً للدور القادم. تريزيجيه وديانغ وبعض كبار لاعبي الأهلي يحاولون مساعدة المهاجم الأنغولي كامويش على الاندماج سريعاً داخل الفريق. الجهاز الفني للأهلي يخطط لإعادة آليو ديانغ وياسر إبراهيم ومحمد هاني للتشكيل الأساسي أمام شبيبة القبائل لتعزيز الصلابة الدفاعية. الأهلي يحاول إنهاء أزمة أوراق التجنيد الخاصة بهادي رياض بعد منعه من السفر مع الفريق إلى الجزائر. المدير الفني للأهلي انتقد أداء محمد علي بن رمضان بسبب عدم الالتزام بالدور الدفاعي أمام البنك الأهلي، وطالبه بمراجعة نفسه والالتزام بالتعليمات، خاصة في ظل غياب زيزو وإمام عاشور. الجهاز الفني يفاضل بين محمد علي بن رمضان وحسين الشحات لتعويض غياب زيزو وإمام عاشور في وسط الملعب، بحثاً عن لاعب قادر على استغلال المساحات بين خطوط المنافس. محلل أداء الأهلي حذر اللاعبين من خطورة شبيبة القبائل في استغلال الكرات الثابتة. الجهاز الفني شرح للاعبين كيفية استغلال التحولات السريعة ونقاط ضعف دفاع شبيبة القبائل، خاصة في الجبهة اليمنى. محمد الجارحي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر يدعم محمد الشناوي في ظل الانتقادات التي يتعرض لها مؤخراً. الأهلي صرف 20 مليون جنيه كمقدمات عقود للصفقات الجديدة بعد تحسن السيولة المالية للنادي. عامر عبد الله لاعب الهلال السوداني رفض عرض شبيبة القبائل ويفضل الانتقال إلى كاظمة الكويتي. الكاف قرر إقامة مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا في توقيت واحد لضمان تكافؤ الفرص. الكاف حدد 6 مساء 15 فبراير موعدا لمباراة الأهلي والجيش الملكي، وكذلك مباراة يانغ أفريكانز وشبيبة القبائل. الكاف عين الحكم البنيني لويس جيندو لإدارة مباراة الأهلي والجيش الملكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. الأهلي نفى وصول عروض سعودية لاستعارة تريزيجيه وزيزو خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات. بعض جماهير الأهلي انتقدت إمام عاشور بسبب ظهوره في مطعم، بينما أكد مقربون من اللاعب أن الفيديو قديم. الأهلي يتابع مامادو كامارا لاعب نهضة بركان تمهيدا لاحتمال التعاقد معه بعد رحيل آليو ديانغ بنهاية الموسم. نادي الكرمة العراقي تعاقد مع يوسف أوباما لاعب بيراميدز بعد ضم أحمد عبد القادر مؤخرا. مفاوضات الحزم السعودي مع زد لضم مصطفى سعد ميسي توقفت بسبب عدم التوصل للاتفاق قبل نهاية الميركاتو. غضب داخل الزمالك بسبب تحديد موعد مباراة سيراميكا في كأس مصر يوم 17 فبراير بسبب ارتباط الفريق بمواجهة كايزر تشيفز قبلها بيومين. الفيفا يوقع غرامة مالية على الزمالك بقيمة $1,600,000 ويوقف القيد مرة جديدة بسبب مستحقات إبراهيم ناديه. محمد ناجي جدو أكد أن بيراميدز تراجع عن إعادة إبراهيم عادل بعد مطالبة اللاعب بوضع شرط جزائي منخفض مع إمكانية تقسيطه، مؤكدا أن النادي لن يتأثر برحيله ولن يقف على أي لاعب. برشلونة عرض تجديد عقد ليفاندوفسكي بشرط تخفيض راتبه، بينما أعلن بايرن ميونخ تجديد عقد جنابري حتى 2028. عماد النحاس قاد الزوراء العراقي لاستعادة الانتصارات بعد سلسلة تعادلات بالدوري. مجدي طلبة أكد أن لاعبي الزمالك الشباب يملكون موهبة كبيرة لكن تنقصهم الخبرة، مشيرا إلى أن الفوز على كهرباء الإسماعيلية ليس مقياسا حقيقيا لقوة الفريق. طلبة أوضح أن الأهلي يعاني دفاعيا ويحتاج لعمل فني كبير رغم ضغط المباريات، كما أشار إلى أن الحكم على المهاجم الجديد مبكر، لكنه كان يتمنى استغلال الفرصة التي أتيحت له لمنحه دفعة معنوية قوية.